كلكم بعتوا سألتوني على الحل بتاع البلان دي لأن هي فعلا كانت صعبة. المطبخ اللي فيه عمودين خليني بس اوريكم كام حاجه كده تاخدوا بالكم منهم في البلان. عمودين جوه المطبخ، وفي عمود في المدخل كمان بتاع المطبخ من بره، وفي كمان البلكونه بتاعه الليفينج روم اللي في الظهر. بابها من الجزء ده في ظهر العمود بالظبط او في ظهر المطبخ. فخلينا نشوف عملنا ايه، وهقول لكم على الاجهزه بسرعه الاول واقول لكم بعد كده عملنا ايه. عندنا الاجهزه تلاجتين، كل واحده 60، هم بيجوا مع بعض وبس منفصلين، وفي نفس الوقت في غسالة هدوم، غسالة أطباق، في بوتاجاز بيلت إن 90، وفرن بيلت إن 60، ومايكروويف. وخلونا نشوف عملنا إيه. هنا كان لازم إن إحنا المدخل يعني نرحله أو نوسعه علشان نعمل مسار حركة، لأن لازم نعمل نحط تلاجة من التلاجتين في المكان ده. فعشان نعمل كده لازم نوسع لنفسنا شوية، فطلعنا ونقلنا باب البلكونة الناحية التانية، ورحلنا الحائط في الجزء ده لبره 30 سنتي، وحطينا التلاجة في البلان دي. في بلان تانية هوريها لكم قدام، بس في البلان دي حطينا التلاجة جنب العمود، وبعدها على طول عملنا جزء وحدات تحته الغسالة زي لاندري روم، بس هي مش منفصلة عن المطبخ. كمان حطينا البوتاجاز بين العمودين، التلاجة حطيناها في الجزء اللي هو جنب بين العمود وبين الحائط اللي فيه الشباك، قصاده على طول في الحوض، بعده في غسالة الأطباق، والوحدات بعدها على طول الوحدات بتاعت الفرن والمايكرويف. فبس مثلث الحركة زي ما انتم شايفين ما كانش عاجبني قوي، فخلينا نشوف البلان اللي بعدها هنعمل فيها ايه او عملنا فيها ايه علشان يعني نظبط شوية مثلث الحركة بتاعنا. خليني اقول لكم على حاجة وقبل ما نروح للحل الثالث. ما تشتروش الأجهزة يا جماعة قبل ما تشوفوا المساحة بتاعتكم عايزة أجهزة قد ايه او ازاي، من فضلكم، لان بجد الموضوع بيكون صعب جدا. والمساحة ادينا عملنا تعديلات معمارية عشان نقدر نحط كل الأجهزة دي فيها. خلونا نشوف البلان دي. المثلث الحركة فيها يعتبر كل أضلاعه متساوية، وده بالظبط بيكون أحسن حاجة علشان وانتي بتتحركي في المطبخ يكون المساحة مسارات الحركة أو المثلث الحركة بتاعك سهل ان انتي تتحركي ما بينهم. عندنا البوتاجاز في نفس المكان، حطينا فيه تلاجة في نفس المكان برضو بين الحائط اللي فيه الشباك وبين العمود. كمان قصاده الحائط اللي قصاده اللي هو 212 حطينا الحوض في النص، ويمينه وشماله الغسالتين اللي هما غسالة الأطباق وغسالة الهدوم 60 و60. عندنا كمان جزء تاني من التلاجة حطيناه في الجزء اللي بره، وعملنا بينه وبين العمود الوحدة اللي فيها الفرن والمايكرويف. طلعنا دي نفس برضو التعديلات المعمارية. الحائط طلعناه لبره 30 سنتي بقى على وش العمود اللي هناك اللي في المدخل، يعني يعتبر عند نهاية العمود اللي في المدخل. فكده الدنيا كلها حطينا كل الأجهزة، مسارات الحركة كويسة، كمان مثلث الحركة مناسب جدا. وما تشتروش الأجهزة تاني قبل ما تشوفوا المساحة بتاعتكم، وبأكد عليكم.